لا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه القاعدة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى هو، ولا يمكن أن يحمل ذنب غيره. وقد ذكرنا مرة أن الحجاج بن يوسف الثقفي جيء له برجل أذنب أخوه، فبحثوا عنه، بحثت شرطة الحجاج عنه فلم يجدوه، فوجدوا أخاه، وكان القاضي قد حكم عليه أن يحبس يسجن وأن يمنع من السفر وأن تهدم داره. فجاءوا إلى أخيه ما وجدوه، وجدوا أخاه ففعلوا به، محوه من سجل السفر وهدموا داره وساقوه يريدون به السجن، فإذا به يمر على الحجاج فيناديه: أغثني أيها الأمير، لقد فعلوا بي كذا وكذا. فالحجاج قال له: أنت تستحق هذا. قال: كيف يا سيدي وأنا لست الجاني، هذا أخي هو الذي فعل هذه الفعلة، ما فعلتها. قالوا: أما سمعت الشاعر يقول: جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. قالوا: الجرب يعدي الصحاح، إذا بركت في الأماكن تعدي، فأنت قد عداك جرب أخيك. كأنه يقول لها: ولربما جيء بمن هو لم يذنب ونجى المذنب. قالوا: هذا الشاعر يقول هذا، فأنت تستحق هذا. قال: يا سيدي، ولكن الله تعالى في قرآنه ما قال هذا. قالوا: وماذا قال؟ قال على لسان إخوة يوسف: يا أيها العزيز، لما أخذ أخاهم بذنب أنه وجد صواع عنده، صواع الكيل عنده، قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون. قال: معاذ الله أن نأخذ واحدا لم يفعل شيئا في مكان من فعل، لا يجوز هذا، إنا إذن لظالمون. فقال الحجاج لحاجبه وصاحب شرطته: أطلقوا الرجل وامحوا اسمه من المنع من السفر، وأكرموه وأعيدوا له بناء داره، ولينادي مناد في السوق: صدق الله وكذب الشاعر. هذا الرجوع إلى الحق، إلى الفضيلة. فكأنه يقول بأنه لا يؤخذ أحد بجرم أحد.